بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي المشاهدين، أتمنى أن تكونوا في أفضل حال. طبعا الحديث اليوم على العديد من المواجهات الكبيرة في مختلف دوريات كرة القدم، بداية بكأس العالم تحت 17 عام، وهناك مواجهات قوية اليوم بين المنتخب البلجيكي والمنتخب التونسي. كل التوفيق لأشقائنا التونسيين. كذلك المنتخب فيجي في مواجهة المنتخب الأرجنتيني، والمنتخب المغربي الذي سيواجه كاليدونيا الجديدة في مباراة حاسمة. على المنتخب المغربي أن يفوز في هذه المباراة حتى يحافظ على حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني. البرتغال في مواجهة اليابان، مباراة قوية. كذلك كرواتيا مع كوستاريكا، الإمارات مع السنغال، وكذلك بوليفيا مع قطر، بينما إيطاليا في مواجهة الجنوب أفريقيا. هذه المباراة تبدأ ما بين الساعة 3:30 وكذلك 1:30 وحتى 4:45 بين توقيت المباريات بالتاسعة. طبعا كذلك في الدوري الاسباني هناك اتلتيكو بيلباو في الثانية زوالا سيواجه ريال اوفيدو وكذلك في الرابعة والرابعة هناك رايفال كانو في مواجهة ريال مدريد، مباراة كبيرة. كذلك في السادسة والنصف هناك مباراتين، وهي ريال مايوركا وختافي، وفالنسيا مع ريال فيتيس. وفي التاسعة مساء هناك برشلونة وسيلتا فيغو، مباراة كذلك مهمة بالنسبة للدوري الإسباني ولبرشلونة. في الدوري الانجليزي كذلك مباريات قويه. في الساعه الثالثه هناك 4 مواجهات في توقيت واحد، وهي أستون فيلا في مواجهه بورموث، وكذلك برنتفورد في مواجهه نيوكاسل يونايتد، كريستال بالاس وبرايتون، وتوتنهام عفوا بروست مع ليدز يونايتد. بينما في قمه كبيره بين ليفربول ومانشستر سيتي في الساعه 5، مباراة كبيرة ومهمة بالنسبة للفريقين، لا سيما ليفربول الذي خسر العديد من المواجهات في الدوري الانجليزي في الفترة الأخيرة. هناك كذلك مباراة مهمة في الدوري الفرنسي، ليون سيواجه في الثالثة هناك تولوز، وكذلك أنجي في ال5:15 سيواجه أوكسير، بينما تز في 5:15 كذلك سيواجه نيس، سترابروج سيواجه ليل في 5:15 كذلك. ليون في مواجهة سان جيرمان في 8:45، مباراة كبيرة صراحة بالنسبة للفريق الباريزي، لا سيما غياب أشرف حكيمي بسبب الإصابة، وكذلك عثمان ديمبلي. في الدوري الإيطالي كذلك في الحين تجرى مباراة أتلانتا وساسولو، مباراة متعادلة بدون أهداف الدقيقة 20. في توقيت الثالثة كذلك بولونيا في مواجهة نابولي، جانوي في مباراة فيرونتينا، روما مع في السادسة كذلك مع أودينيزي، وأنتر ميلان مع لاتسيو في 8:45. هناك مباراتين كذلك مهمتين في الدور في كأس السوبر المصري، وهي سيراميكا كليوباترا في مواجهة بيراميدز، والمباراة الكبيرة بين الأهلي والزمالك، وهي تعتبر ديربي المدينة، مدينة القاهرة أو ديربي مصر الكبير بين الأهلي والزمالك. وفي الدوري المغربي طبعا الدوري العجب والغرب هو 4 مواجهات، هي الدفاع الجديد في مواجهة الفتح الرياضي في الرابعة زوالا، بينما الأولمبيك سفي في مواجهة الوداد الرياضي في نفس التوقيت. وفي الساعة 6 مساء اتحاد طنجة في ضيافة نهضة بركان، والجيش الملكي في ضيافة المغرب الفاسي في الساعة 8 مساء. طبعا هذه هي مجريات اليوم ومباريات التي ستكون مهمة بالنسبة لكل الفرق في هذه الأمسية نعم الكروية. كل التوفيق للفرق الوطنية، وأحد موفق للمنتخب المغربي كما قلت لكم تحت 17 سنة، الذي سيكون أمام مهمة صعبة، الانتصار والحفاظ على حظوظ في البقاء أو الخسارة أو التعادل أو العودة إلى أرض الوطن. طبعا ما نتمنى هو البقاء لأننا تعودنا على ذلك. وكل التوفيق أصدقائي المشاهدين، ولا تنسوا بطبيعة الحال دعمكم لي. لا أدري لماذا لا يكون هناك تفاعل، ولكن على العموم أنا ممتن لكم، والسلام عليكم.